غادي نهضروا في الموضوع واش الجزائر عندها يد مباشره في هذه الاحداث هذه اللي وقعت نهار 15 شهر 9. كذلك غادي نهضروا على الرئيس الجمعيه الحقوقيه، علاش خرج بهذاك التصريح، علاش قال ان الاستخبارات الجزائريه لديها يد مباشره، هما اللي باغيين يزعزعوا الاستقرار ديال المغرب، حيت المغرب فات الجزائر من الناحيه الاقتصاديه وكذلك من الناحيه البنيه التحتيه، وكذلك من ناحيه ان المغرب استضاف كاس افريقيا، وفي نفس الوقت انه استضاف كاس العالم لسنه 2030. وتنعرفوا ان المنطقه فيها واحد الصراع سيرتو بالنسبه للملف ديال الصحراء المغربيه، انهم داروا واحد الكيان ديال بوليزاريو، رغم انك غادي تدور على جميع المغاربه غادي تسولهم ان المغرب راه ماشي مجرد شعارات كيف ما تيخرج البوق الجزائري او النظام الجزائري تقول لك حقا ما حقا، وكذلك تيبغي يضرب في الاستقرار ديال المغرب. هادشي هذا كاع كامل عارفو الشعب المغربي، غير حنايا ماشي بحال الشعب الجزائري، خاصنا نكونوا واعيين. هي مجرد مساله معرفه. خويا ولا اختي المواطن او المواطنه المغربيه، رساله ليك هذه واضحه، كانت حداك اول حاجه شي حاجه حطها وتبع معنا هذا الفيديو هذا، حيتاش ليك، حيتاش لوليداتنا. ما بغيناهمش انهم يتعرضوا لاعتقال، ما بغيناهمش انهم تلفق لهم بعض التهم، ما بغيناهمش ان الاخوان انهم يغرقوا في البحر سواء شباب او شابات. الرساله ديالنا واضحه. اول حاجه قبل ما غندخلوا في صلب الموضوع، حداك شي حاجه حطها وتبع معنا الفيديو، وما تنساش الا كنت اول مره تشوف الفيديو واحد الاشتراك وكذلك واحد الاعجاب باش الفيديو ديالنا والصوت ديالنا يوصل للماكسيموم بوسيبل. اول حاجه غادي نهضروا على الناس القاصرين. علاش هذا السيد هذا خرج بهذا التصريح؟ خاصنا نعرفوا علاش هو كرئيس حقوق باش يجي يدافع عليا انا كمواطن الا تعرضت للظلم من طرف السلطات المغربيه، جا هو مع السلطات. الا شفنا بعض الفيديوهات سيرتو الدراري القاصرين، وهذه الرساله للاباء، شدوا ولادكم حداكم. تخيل معايا بالله عليك هجره جماعيه درت نهار 15 شهر 9 والسلطات في خبارها، كيف لك انك غادي تمشي وتنعرفوا ان في نظام الفوضى كلشي كاين، تينوض كريساج، تينوض قتل، تينوض نهب، يعني الا تشديتي راك غادي تخلص. وسيرتو الدراري القاصر من تجي في فيديو تتشوف ان كار غادي ما عليه ما بيه تيترجم بالحجر، تتهرسوا ليه الدجاج. كاينين الناس تما سلامه المواطنين، كاين واحد اللي تجي حجره في الدجاج تهرس عليه تشوه ليه وجهه. هذاك السيد اللي خدام في الكار اشنو غادي يوقع ليه مع موشي في حاله الكار؟ الا كان واحد كاينين عواقب، تيهز واحد حجره ما عارفش طايش، المسؤوليه تتحملها الاباء وكذلك تتحملها المجتمع وكذلك تتحملها المجتمع المدني. حيتاش دري ما عارفش خاصو يكون عارف، خاصو يتجر من وديناتو، خاصو يتقرص، خاصو يعرف اللي عليه واللي ماشي عليه. حنا غادي نهضروا على القطاع هذا ديال الشوماج والاقتصاد وهاد الوضعيه هذه غادي نهضروا عليها، ولكن غادي نهضروا على القضيه التوعويه. هاد السيد هذا اللي غادي يمشي غادي يهز حجره غادي يرميها على كار حشومه، هاد السيد هذا اللي غادي يهز واحد الحجره وغادي يضرب بها واحد الرجل سلطه، علاش انا غادي نهز حجره وغادي نضرب به واحد تقدر تجي ليه في دماغه، يقدر يموت يتوفى، تقدر توقع عليه شي عاهه وعدو تا هو الوليدات ديالو، وزيدون هي الخدمه ديالو. خاصكم تحمدوا الله على واحد القضيه اللي هي اساسيه ونعمه من النعم اللي ما تلقاهاش اي واحد، هي نعمه الامن. رغم ان هاد الظروف المزريه اللي تنعيشوها دابا حاليا، وهي واحد الملف ديال الحكومه، الملف ديال الحكومه خاصها تشتغل عليه، وهادشي هذا غادي تشتغلوا عليه غير الانسان انه طونتي من لا شونس ديالو، من الحظ ديالو، بان لك ان الرزق ديالك على برا، سير انا نشجعك بطريقه قانونيه، بان لك كيفاش دير كيفاش. ولكن باش تجيبها نهار 15 شهر 9 والسلطات كاينه تما، وغادي اخويا هاز ساكك، راك تتقلب على شي حاجه، راك تتقلب على شي حاجه، ما تبقاش غادي غير مقيد. هاد الحمله هادي شكون اللي دارها؟ هذا هو السؤال اللي تيطرح. شكون اللي مروج هاد الحمله ديال 15 شهر 9؟ هذا الرئيس ديال حقوق الانسان علاش بالضبط اتهم الجزائر؟ تنعرف هناك واحد الصراعات على مستوى المنطقه، الا لقى كيفاش انه يزعزع لك الاستقرار غادي يزعزع لك الاستقرار. ولكن ما غاديش نمشيو مع هذا السيد هذا ونقولوا حقا ما حقا والجزائر هي السبب. الجزائر هاد القضيه تديرها مع الشعب ديالها، تدوش شي حاجه من السماء المغرب، الفشل ديال الحكومه ديالهم من المغرب. نكونوا هاضرين بالواقعيه ان هذا السبب، هذا الشيء هذا اللي وقع تتحمل الحكومه واحد الجزء كبير من هذا الشيء دابا الواقع حاليا. من تنهضروا على البطاله وتنهضروا على الفقر،
فهما ملفات اساسيه. جميع الحكومات العالم من تيشدوا الرئاسه الا وانهم هادو داخلين في البرنامج ديال الاشتغال ديالهم، يا اما انهم يخليو هذاك المؤشر ديال الشوماج او البطاله في المستوى الثابت ديالو، يا اما تينقصوا منه. وتنعرفوا ان هذا المؤشر يتزاد عن طريق مجموعه من الاستثمارات، من تدير استثمارات بعيده المدى، سيرتو مثلا نقولوا كاس العالم 2030. راه الميزانيه شويه تيبويزيا، تنقص منه، ولا نقصت منه غتنقص مابقاش تخدم عباد الله حتى فوت 2030 وتنظم عندك داكشي وتجي المردوديه. عارفين هادشي هذا، ولكن بغينا الحكومه تطرح حلول بالنسبه لغلاء الاسعار، عوض انها ما تجي تعدل على مستوى الضريبه على القيمه المضافه والضرائب، تزيد لهم النسبه ديالهم، تنقص واحد شويه. تيجي واحد المنتوج اللي هو اساسي من برا، تنقص من الرسومات الجمركيه. يعني كاينين حلول. كذلك تشجع الاستثمارات الداخليه، كذلك تشجع ان الشركات الاجنبيه يجيو يديروا عندك استثمارات. هادو ملفات ديال الحكومه تتخدمهم، وخاصنا نقولوا الواقع اللي كاين، نخدموا ونتقربوا من هذوك الوليدات، ونوض ونتقرب من الشعب ديالي، حيت انا كرئيس حكومه تنمثل الشعب. والشعب هذا نهار 15 شهر 9 خاصني ندير واحد الحمله اللي هي توعويه. هادشي هذا كون درنا ليه حمله توعويه قبل انني ما نجي نحط المخزن تمايا وداك الشيء، كون اكيد الرساله غادي توصل. وانا كرئيس جمعيه ما خاصنيش نقول هذيك الهضره. الرساله ديالي خاصني واخا نجيب الحرقه ونشوف داك الشيء اللي كاين، نريح ونثبت ونفكر مزيان. راه تنهضروا على الرساله التوعويه، ولا بغينا نزيدوا بالمغرب القدام تنزيدوا به عن طريق الوعي، ماشي تنجيو عن طريق الترهيب والخوف. هادشي هذا ما خدامش. تنجيو عن طريق الوعي. وليداتنا شدوهم هو الناس، وهذه حدا ولدك اللي يمشي حدا هذه حدا هذه، وبنادم نديروا له واحد الحمله تحسيسيه. حنا راه ماشي ضد انك غادي تمشي تهاجر ولا شي حاجه، ولا نقول لك لا وسير ريح في بلاصتك ولا هذه، سير بطريقه قانونيه. لقيتي كيفاش تمشي بطريقه قانونيه ولا تمشي بواحد الطريقه غير قانونيه، ولكن تمشي امين، تتهمني انا السلامه ديالك. وكون عندي واحد الوعي، تنعرف اشنو تندير. راه اي حاجه تنديرها تنتقيد عليا. راه البلاد المحل ديالو في القلب، ماشي انني تمشي تما صافي تنقول ولا لابس نبدا نقطع في لاكارت ديالي ولا الباسبور ديالي وتنقول بلاد كحله. بلاد كحله اللي كحلوها المسؤولين، الناس اللي ما تيخدموش، الناس الفاسدين. باش نهضروا على الفساد، راه تنهضر على من اعلى قمه لادنى قمه. الا كنتي غير انت خدام واحد الخدمه وما تديرش الواجب ديالك تتسمى فاسد. الا كنتي معلم ولا استاذ وما تديرش المهنه ديالك تتسمى فاسد. الا كنتي في واحد الاداره وتتختلس ولا ما تتخلصش الضرائب ولا تتغش بنادم تتسمى فاسد. اي المصطلح ديال الفساد واحد المصطلح اللي هو عام وتنقسم على جميع الميادين. مغاربه، الوعي ثم الوعي، راه مجرد هي مساله ديال الوعي. غندير شي حاجه نفكر فيها مزيان، نفكر ان من ورايا الوعي. راه من تمشي سير شو الدراري اللي هما القاصرين تحت 18 عام، تدير بعض الفعل الاجرامي راك تتحاسب عليه. واهم شيء اللي تضيع فيه تضيعوك فيه الوالدين، وتنضيعوا فيك حنايا كمجتمع مدني. اننا واحد السيد اللي هو صالح دخل السجن، السجن يقدر يربيك، يقدر انه ما يربيكش. واللي تيربي راسو براسو، ما يحتاج شي واحد يجي يربيه. يعني نعرف اشنو تندير. وتحت واحد المقوله تيقول لك شوف: الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة. غير نعرف كيفاش ان هاد المقوله هذه نخدمها بطريقه العقلانيه، وكون اكيد راك غادي توصل.